السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة الصف الثاني إعدادي. إن شاء الله هنبتدي بقى مراجعة الجبر الوحدة الأولى. مع تقدمنا في المنهج في ناس كتير نست الوحدة الأولى، ولكن إن شاء الله النهاردة هنفتكرها. وحدة سهلة وجميلة وممتعة. خطتنا في المراجعة كالتالي: هنخلص الوحدة الأولى جبر، الفيديو اللي جاي إن شاء الله هننزل الوحدة الثانية، الفيديو اللي بعده إن شاء الله مراجعة الهندسة والإحصاء الاتنين مع بعض، وبعدين هننزل حلول الاختبارات بتاعة كتاب المعاصر. نبتدي بسم الله ونسمي الله. السؤال الأولاني: إذا كان 3A تساوي 5B فما قيمة 3 في A على B؟ المنظر ده كنا بنتعامل ازاي معاه يا مستر؟ بص يا حبيب قلبي، 3A بتساوي 5B، أنا هنا عندي طريقة للحل. أنت بتعرف تروح تجيب لي ال A على B بطريقة E رايح جاي، إيدي ما ترجعش فاضية. A على B تساوي 5 على 3. ليه يا مستر؟ لأن إيدي ما بترجعش فاضية، لما عاوز أجيب ال A على ال B يبقى بتساوي 5 على 3. جميل أوي، حلو الكلام. يبقى ال A على B بتساوي 5 على 3. أنا بقى مش عايز A على B، ده أنا عايز أضربها في 3، يعني أضرب هنا في 3 كده، أضرب هنا في 3 كده. طب ما أنت لما هتضرب في 3 التلاتة هتروح مع التلاتة. أيوه، يبقى التلاتة A على B بتساوي كام؟ بتساوي 5. يبقى 3A على B بتساوي 5. ادي طريقه. ممكن واحد تاني يقول لي طب ما انا عندي طريقه اسهل بكتير، ايه هي؟ يقول لي طب ما انا اعتبر ان 3A دي مضروبه في 1. برافو عليك. قول لي بقى طب ما اجيب ال 3A على B على طول، عشان عايز 3A على B. خلاص، يبقى انا اعمل كده، اقول ان ال 3A على B تساوي 5 على 1. اقول لك برضو صح، اللي هي 5. يبقى انت معاك الاثنين. طب في حل ثالث؟ والله في. ده بقى ممكن ناس كتير تعمله. يجيب ال A على B عادي زي ما احنا جبناها، تساوي 5 على 3. يقول لي كده يا مستر يبقى ال A بتساوي 5K. ما احنا قلنا من مفاتيح التناسب ان ال A تساوي اللي قدامها في K، وال B بتساوي 3K. ونروح نعوض بيهم هنا بقى، نجيب قيمة البتاع ده. 3 في A هنشيل ال A ونكتب مكانها 5K، والبي اللي هي ب 3K. كده يا مستر الكي هتروح مع الكي والتلاتة هتروح مع التلاتة، تطلع الإجابة برضو 5. أيا كانت الطريقة اتعامل يا عم الحاج. السؤال الثاني: إذا كانت إكس و3 وواي و4 كميات متناسبة، طبعا أول ما تشوف كميات متناسبة يبقى الأول على الثاني بيساوي الثالث على الرابع. يبقى أنا هنا هعمل إن الإكس على 3 تساوي واي على 4. الصلاة على النبي عليك، أنت عايز إيه؟ ده هو عايز قيمة إكس على واي. إكس على واي، عايز إكس على واي، يبقى 3 على 4. مش عارف يا مستر، ما بعرفش أجيبها كده. اعمل وسطين في طرفين، يلا. إكس في 4 ب4 إكس تساوي 3 في واي ب3 واي. أنت بتحب المنظر ده؟ يلا اعمل بقى حركة رايح جاي. أنا عايز إكس على واي. إكس على واي هتساوي 3 على 4. السؤال الثالث: إذا كانت 2 و6 واكس زائد 15 في تناسب. ستوب بقى هنا يا مستر لو سمحت. 2 6 اكس زائد 15، دول كام حد؟ دول 3. دول 3 حدود او 3 عناصر، يبقى ده تناسب متسلسل. انا لما بجيب لك 4 عناصر زي اللي فوق ده تناسب عادي، الاول على الثاني يساوي الثالث على الرابع. انما لما اجيب لك 3 عناصر كده يبقى ده تناسب متسلسل. بيتعمل ازاي التناسب المتسلسل؟ نفتكره: الاول على الثاني يساوي الثاني على الثالث. كان في الوسط المتناسب، كان في الوسط المتناسب. يعني انا هنا هعمل ايه؟ هعمل كده: 2 على 6 تساوي 6 على اكس زائد 15. جميل يا مستر، وبعدين اعمل ايه؟ هقول لك انا تعمل ايه. يلا بينا اعمل حاج، نعمل وسطين في طرفين. انت ممكن طبعا تختصر الاثنين مع الستة، ما تحبوش الاختصارات دي، ماشي، نعمل وسطين في طرفين على طول اهو. يلا، 2 في اكس زائد 15 اهي، 2 في اكس زائد 15 هتساوي 6 في 6 ب 36 اهو. انا مستر عايز اخلص من الاثنين اللي مضروبه في الاكس زائد 15 دي. اقسم عليها يا ولدي، اقسم هنا على 2 واقسم هنا على 2. تروح الاثنين، تفضل ان الاكس زائد 15 تساوي 36 على الاثنين فيها 18. تعرف تطلع الاكس؟ طبعا.
ودي ال 15 بعكس الاشاره، 18 ناقص 15 3. يبقى اجابتك 3. طب بص يا مستر معلش، انا عندي طريقه تانية للحل، او عندي سؤال، انت ليه ما ضربتش الاثنين هنا؟ ليه ما ضربتش الاثنين في الاكس زائد 15؟ ليه كتبتها كده؟ ما يعني قصدي ليه ما وزعتش الاثنين؟ ما هي هتطلع نفس الاجابه. انا عمليه سريعه، انت مش عايز العمليه السريعه، اضرب يا عم هتطلع نفس الحل طبعا. 2 لما تضربها في اكس ب 2 اكس، 2 في 15 ب 30 هتساوي 6 في 6 ب 36. معادله اودي ال 30 بعكس الاشاره، يطلع ان ال 2 اكس هتساوي 6، اقسم على الاثنين تطلع الاكس ب 3. نفس الفكره. يبقى في كذا طريقه للاختصارات والحل، اختار اسهل طريق بالنسبه لك واشتغل بيه. السؤال الرابع، ال A و2 و4 وB في تناسب ايه؟ متسلسل. وقف عندك بقى. وهنا بقى عايز اراجع على نقطه مهمه. عايزين نراجع على نقطه مهمه. بص يا معلم، ثانيه واحده. يلا بينا نقسم الصفحه نصين كده. انا كان عندي للتناسب التناسب، لما اقول لك ان الاي والبي والسي والدي في تناسب وسجدت، انت بتستنتج ايه؟ انت بتستنتج ان الاي على بي بتساوي السي على دي بتساوي ثابت التناسب اللي هو كي، ومنها تستنتج ان الاي بتساوي البي كي والسي بتساوي الدي كي. وقلنا الكلام ده جه منين؟ عملناها بالارقام طبعا في الشرح ومثلناها. قلنا لو انا عندي ان الواحد على الاثنين تساوي 3 على 6 تساوي، شيل دي ما تخليهاش 3 على 2، خليها 4 على 8 تساوي 3 على 6، كل ده في الاخر بيديني كام؟ بيديني نص. فلو امسح المثال ده، خليه مثال اكبر شويه. بص اهو، تعالى نعمل المثال ده. 4 على 2، طبعا الكلام ده بيساوي 10 على 5، صح ولا لا؟ كل ده بيساوي كام في الاخر؟ بيساوي 2 اهو. 4 على 2 مكان الاي على بي، 10 على 5 مكان السي على دي، يساوي 2 اللي هو ثابت التناسب. طب تعالى كده نجرب. مش الاربعه دي بتساوي 2 في 2؟ 2 في ثابت التناسب، 2 في 2 هيدينا 4 فعلا. يبقى الاي بتساوي البي مضروبه في ثابت التناسب. بمثلها لك بالارقام اهو، بي في كي. طب مش ال10 دي بتساوي 5 في 2؟ فعلا. فاي تناسب يا اولاد، اي تناسب، البسط هيساوي المقام مضروب في ثابت التناسب. البسط هيساوي المقام مضروب في ثابت التناسب. عشان بس اللي مش عارف احنا بنستنتج الاستنتاج ده ازاي، انا قلت لك اهو. يبقى الاي بتساوي بي كي، السي بتساوي دي كي. ده لو انا قلت لك ان هم فين؟ ان هم في تناسب وسكت، مش في تناسب متسلسل. طيب قبل ما اقول لك التناسب المتسلسل، كان في شويه مفاتيح عايزك تفتكر ازاي بتتعامل معاها. بص يا معلم، اول مفتاح شفناه في الاسئله لما اقول لك ان 3 a بتساوي 4 b، تعرف تجيب الاي على بي؟ طبعا ايدي ما ترجعش فاضيه. ايه على بي ايدي ما ترجعش فاضيه تساوي 4 على 3. والعكس صحيح، لو عايز تجيب بي على ايه؟ بي على ايه، يبقى انا همشي كده، بي على ايه 3 على 4. ده اول مفتاح، تعامل معاه بالمنظر ده. طيب المفتاح الثاني اللي هو لو انا جبت لك ان a على 5 تساوي b على 6، بس كده. a على 5 تساوي b على 6، انت بتستنتج ايه؟ بتستنتج ان ال a بتساوي اللي تحتها في k ثابت التناسب، وال b بتساوي اللي تحتها في k اللي تحته في k. a بتساوي 5 k، b بتساوي 6 k. ده المفتاح الثاني. طيب المفتاح الثالث، المفتاح الثالث بقى لو انا جبت لك ان ال a على b تساوي 3 على 5، المنظر ده. كده بقى اقدر استنتج ان ال A هتساوي اللي قدامها في K، وال B هتساوي اللي قدامها في K. ده المفتاح. دي مفاتيح بتيجي في المسائل، لازم انت تبقى عارف تتعامل معاها ازاي. انا هقول ال A بتساوي ايه، ال B هتساوي ايه. ده المفتاح الثالث. في حاجه كمان لو انا جبت لك بقى المقلوب، بقى جبت لك كده المعكوس الضربي، 3 على ايه
تساوي 5 على ب. ايه يا مستر المنظر؟ هو هتقول لي برضو ان الايه هتساوي 3 كي والبي هتساوي 5 كي، لان المنظر ده حبيب قلبي هو كانه متشقلب، كانه ايه على 3 يساوي بي على 5. كل الكلام ده احنا قلناه في الشرح، بس احنا بنراجع بسرعه. طيب تعالى بقى نقول التناسب المتسلسل. التناسب المتسلسل بيختلف يا ولدي. لو انا قلت لك الاي والبي والسي في تناسب متسلسل، دول 3 حدود بس، هتقول لي يبقى الاي على بي بتساوي البي على سي، والبي ده اسمه الوسط المتناسب، ده اسمه الاول المتناسب، ده اسمه الوسط المتناسب، ده اسمه الثالث المتناسب. كان عندي قانون يا مستر للوسط المتناسب ده عشان اجيبه. كان ايه قانونه؟ احيانا بيطلب مني الوسط المتناسب موجب وسالب، جذر الاول في الثالث، الحد الاول في الحد الثالث. ده كان قانون الوسط المتناسب. جبناه منين؟ جبناه من الاستنتاج ده. احنا قلنا ان حاصل ضرب الوسطين بيساوي حاصل ضرب الطرفين، بي في بي ببي اس 2 هتساوي اضرب ده في ده يبقى ايه في سي. يبقى لو انا عايز البي بس هاخد الجذر عشان اتخلص من التربيع، يبقى جذر ايه في سي. اوعى تنسى الموجب او الايه السالب، لان انت بتاخد جذر تربيع. هو ده القانون، الوسط المتناسب بيساوي موجب وسالب جذر الايه في السي، الاول في الثالث. طيب افرض بقى مستر جاب لي 4 حدود مش 3 بس، ازاي اتعامل معاهم لو انا عايز استنتج الاي بتساوي كام كي والبي بتساوي كام كي والكلام ده؟ بص يا معلم، لو انا جبت لك الاي والبي والسي في تناسب متسلسل وانت عايز تعمل رصة التناسب، هتشتغل كالتالي: A على B تساوي B على C تساوي K، ثابت التناسب. ويبقى البي هتساوي، ابتدي من قريب، البي هتساوي سي كي. طب والاي هتساوي، ما تقوليش بي كي، امال ايه يا مستر؟ سي كي اس 2. لا 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 لا، طب جت منين؟ هقول لك جت منين وبعدين نحفظها مع بعض. هو المفروض في الطبيعي ان الاي بتساوي اللي تحتها مضروب في الكي، البي كي، صح؟ بس انا البي معايا ليها قيمه اهي، البي بتساوي سي كي، فاقدر اشيل البي دي واحط مكانها سي كي، صح يا مستر؟ ولا اقدر اشيل البي دي كده واكتب مكانها القيمه بتاعتها اللي هي سي كي، وكيف كي بكي اس 2، يبقى الاي بتساوي سي كي اس 2. يبقى خلي بالك دايما في التناسب المتسلسل ابدا من النسبه القريبه من الكي. البي بتساوي سي كي، الاي بتساوي سي كي اس 2. السي دي دايما افتكر ان هي الهلهوله بتاعتنا، هي اللي بتتبهدل معانا. البي بتساوي سي كي، الاي بتساوي برضه سي بس كي اس 2. طيب لو انا بقى جيت زودت نسبه ثالثه هنا، مثلا قلت لك ايه؟ دي على ال، دي على ال، دي على ايه ولا ايه؟ دي على ايه؟ دي على ايه؟ الدي هتساوي ايه؟ الدي هتساوي سي كي اس 3. لا مش فاهم بقى الحته دي. كل ما تبعد كل ما الكي الاس بتاعها بيزيد. ده كده ملخص سريع لشرح التناسب والتناسب المتسلسل عشان هنحتاجه في المسائل دلوقتي باذن الله. نكمل بقى. احنا ما حليناش ده لسه، يلا بينا. قال لي في تناسب متسلسل بس، يبقى ايه على 2 تساوي 2 على 4 تساوي 4 على بي. هو ده التناسب المتسلسل؟ طبعا. الاول على الثاني، الثاني على الثالث، الثالث على الرابع. مستر انا هنا عندي نسبه معلومه، فين هي يا حبيبي؟ 2 على 4. 2 على 4 دي اللي هي نص، يبقى ممكن ابسط دي كده واكتب مكانها نص. انت عايز ايه؟ هو عايز ايه زائد بي، يبقى انا لازم اجيب الاي والبي واجمعهم. طيب امسك اشتغل على النسبه دي. الاي هتساوي ايه؟ خبي الاي كده، ده في ده على ده، 2 في 1 ب2، 2 على 2 فيها الواحد، يبقى الاي ب1.
سوري. طيب عايزين نجيب البي، اشتغل على النسبة دي. البي هتساوي 4 في 2 على 1. 4 في 2 على 1، 4 في 2 8، 8 على 1 فيها 8، يبقى البي ب 8. 1 زائد 8 9. زي الفل. يبقى انا جبت الاي والبي وجمعتهم. السؤال الخامس. ما العدد الذي اذا اضيف لكل من الاعداد تصبح في تناسب متسلسل؟ خد بالك بقى من السؤال ده عشان خاطر انا هنا الكميات دي مش متناسبه، بس انت لما تضيف لهم عدد هيبقوا في تناسب متسلسل. يعني لما تقسم الحد الاول على الثاني هيساوي لما تقسم الثاني على الثالث. يعني اعمل ايه يا مستر؟ يعني الواحد ده هتضيف له عدد، الثلاثه دي هتضيف لها عدد اكس، السته دي هتضيف لها عدد اكس. حلو الكلام. 1 زائد اكس 6 زائد اكس. ماشي. انا بقى يا مستر احل المساله دي ازاي؟ طالما هي اختياري في طريقه بسيطه جدا. انا بتكلم طالما المساله جايه اختياري، مش هنحلها بحل المقالي. احنا هنجرب، هنمسك الواحد ونضيفه لكل دول نشوف هيدوني تناسب متسلسل ولا لا. يعني هنمسك الواحد نجمعه هنا فدي هتبقى 2، نجمعه هنا فدي هتبقى 4، نجمعه هنا فدي هتبقى 7. 2 على 4 هي 4 على 7؟ لا، يبقى الواحد مش هيخليهم لي في تناسب متسلسل. نمسك الاثنين نضيفها هنا تبقى 3، نضيفها على 3 تبقى 5، نضيف الاثنين على 6 تبقى 8. هل ال3 على 5 هي 5 على 8؟ نو، يبقى مش الاثنين. نمسك الثلاثة نضيفها على الواحد هتبقى 4، نضيفها على الثلاثة هتبقى 6، نضيفها على 6 هتبقى 9. هل 4 على 6 اللي هي فيها 2 على 3 بعد التبسيط هي 6 على 9؟ والله هي يا مستر بالظبط. 6 على 9 هتديني 2 على 3، 4 على 6 هتديني 2 على 3، يبقى الإجابة الصحيحة هو العدد ده اللي هيخليهم لي في تناسب متسلسل. دي طريقة الايه؟ الاختيار. المقالي بقى هوريها لك، هتيجي معانا. طبعا في المقالي مش هينفع نحلها كده، لازم بقى نفرض العدد اكس ونضرب الوسطين في الطرفين ونلم الشمل، وهنوريها لك دلوقتي ان شاء الله في المقالي. يبقى إجابة السؤال الخامس طلعت 3. السؤال السادس بيقول لي إذا كانت 3 وإكس و12 3 كميات متناسبة فما قيمة إكس؟ 3 كميات متناسبة، يبقى ده تناسب متسلسل. يا مستر ما قالش بس هما 3 كميات، يبقى في تناسب متسلسل برضه. يبقى أنا هنا هعمل إيه؟ هو هنا عايز الوسط المتناسب. والله يا مستر أنا مش حافظ قانونه. لو واحد بقى حافظ قانونه هيعمل، هيقول لي بص الإكس دي في النص، القانون بتاعها انا حافظه اهو، موجب او سالب جذر الاول في الثالث 3 في 12 ب 36، يبقى موجب او سالب جذر ال 36 6. خلصت المساله؟ طب مستر مش حافظ القانون، القوانين عندي قد كده، عايز احلها حل عادي. يا باشا حل عادي، الرياضه معاك في كل حاجه يا عم. هقول ان ال3 على اكس تساوي اكس على 12، واعمل وسطين في طرفين. اكس في اكس، سمعتك قلت 2 اكس، مصيبه، اقسم بالله مصيبه. اكس في اكس 2 اكس، يبقى اكس في اكس اكس اس 2 مش 2 اكس يا معلم. امال يا مستر انا بطلع 2 اكس ليه؟ انت لما بتجمع اكس زائد اكس دي اللي بتطلع 2 اكس، او لما بتضرب الاكس في 2 دي بتطلع 2 اكس. انما اكس في اكس بنجمع الاسس، اكس اس 2، 3 في 12 36. يلا خد الجذر، يبقى الاكس هتساوي موجب او سالب 6. كده حليناها من غير قانون. طيب انا بنوع معاك افكار الحلول لان انا عارف ان مش كل الناس دماغها نفس الدماغ. حافظ قانون هتحله بسهوله جدا، مش حافظ قانون تقدر تحله برضو بالطريقه العامه. السؤال رقم 7، اكس على 4 بيساوي واي على 12، عايز اكس على واي. طبعا لما بيعوز دي على دي يبقى هتساوي دي على دي. امشي بالترتيب، لما يجيب لك مقسومين كده اكس على 4 واي على 12، لما يعوز الاكس على الواي يبقى 4 على 12. امال يا مستر ايه دي ما بترجعش فاضيه دي؟ لا ده دي في حاله لما يكونوا مضروبين. يعني اعمل مقص كده، اكس في 12 ب 12 اكس، 4 في واي ب 4 واي،
دي الحاله بقى اللي فيها ايدي ما بترجعش فاضيه. يبقى لما عايز اكس على واي 4 على 12 مش موجوده في الاختيارات، موجوده 4 على 12 بعد ما تبسطها تطلع تلت. السؤال الثامن A على B بتساوي 3 على 4. مستر المفتاح ده انت لسه شرحه لي حالا اهو. قلت لي لما اجيب لك حاجه على حاجه تساوي 3 على 4 يبقى ال A بتساوي 3K وال B بتساوي 4K. صح، ال A بتساوي 3K وال B بتساوي 4K. نروح بقى نعوض هنا. هو عايز 3 في B، يعني هضرب 3 في 4K 12K. وعايز 4 مضروبه في A، الاي ب 3K يبقى 4 في 3 ب 12K، يطلع فيها الواحد يا مستر. ليه يا مستر مصعب الامور دي؟ ما في حل ابسط من كده. لا انا عايزك تلاحظ كل مساله هو التناسب كده. هو الوحده الاولى في الرياضه عامه مرنه رايحه جايه. ممكن واحد يقول لي ما تعمل وسطين في طرفين يا عم. 3 في B 3B هتساوي A في 4 ب 4A، يبقى 3B بتساوي 4A. طب ما هو قاسم لي 3B على 4A وهم اصلا بيساووا بعض. ولما تقسم حاجتين متساويين على بعض الإجابة بتطلع 1 عادي. السؤال التاسع ما الثالث المتناسب للأعداد 3 4 8؟ طبعا السؤال ده احنا اتدربنا عليه كويس. أنا لما باجي أقول لك ما الثالث المتناسب حضرتك بتروح تعمل لي مكانه كده 3.4. التالت هنا بقى مكانه تحطه إكس كده وادي التمانية. يبقى الأول على الثاني 3 على 4 بتساوي إكس على 8. يا مستر أنت ليه ما قلتش إن دي على دي تساوي دي على دي؟ يا عم ده تناسب مش متسلسل، ده تناسب عادي. الإكس كده هتطلع إزاي؟ سهلة جدا، خبي الإكس يبقى 3 في 8 على 4. 3 في 8 ب 24 على 4 فيها 6. 10. إيه يا مستر ده؟ عايز إكس على واي. إكس على واي إيدي ما ترجعش فاضية. طب يا مستر بس دي هعمل فيها إيه؟ سهلة جدا، هتودي السالب 2 واي بعكس الإشارة. 3 إكس هتساوي ودي السالب 2 واي هنا تروح بالموجب 2 واي. كده تعرف تجيب إكس على واي 2 على 3. والله زي الفل. اللي بعده السؤال رقم 11 بقى بيقول لي A على 2 تساوي B على 5 فما قيمة A ناقص B على A زائد B. هنا ايه اللي حصل بقى يا مستر؟ بص ده مفتاح من ضمن المفاتيح، طبعا دي ليها اكتر من طريقة برضه بس انا هحلها بأبسط طريقة خالص. طالما جبت لك المفتاح ده كده تقدر تستنتج ان ال A بتساوي اللي تحتها في K 2K وال B بتساوي 5K، وتروح تعوض هنا وتظبط الدنيا بتاعتك. هشيل ال A واحط 2K ناقص هشيل البي واحط 5K على A زائد B، يبقى هشيل A واحط 2K زائد هشيل البي واحط 5K. 2K ناقص 5K دي سالب 3K. 2K زائد 5K دي 7K. راحت الكي مع الكي يبقى سالب 3 على 7. نفس الفكرة يا مستر، مسألة المفاتيح اهي. طبعا دي ليها طريقه بالجمع والطرح، جمع المقدمات والتوالي والكلام ده، بس انا بحب الطريقه دي. 12 الاي هتساوي 4K والبي هتساوي 7K، ويلا نروح نعوض بيهم هنا. 2 في A 2 في 4K ب 8K ناقص البي ب 7K اهو على B ناقص A البي ب 7K ناقص الاي ب 4K. يلا يا ريس 8K ناقص 7K ب 1K بس. 7K ناقص 4K 3K. طارت الكي مع الكي الإجابة كام؟ في ناس بتقول 3. في ناس لما بتختصر كي مع كي تقول لك 3 اهي. ما ال3 دي في المقام حبيب قلبي. كده كي على كي في 1 فاضل فوق كده يبقى الإجابة تلت. حاجات بسيطة بتفرق معاكم في الحل. سؤال رقم 13 إذا كان الكلام ده إيه بقى مستر اللعبكة دي؟ هنا بقى غصب عني هو بقول أنا عايز قيمة الكي اللي تحت دي.
يبقى انا بقى هستخدم الحته بتاعه جمع المقدمات والتوالي. بص انا هعمل ايه، انا عايز اوصل للمنظر ده كده، هبدا من هنا. بص في البسط، الايه مضروبه في كام؟ الايه مضروبه في 2. يبقى انا ضربت النسبه دي في 2 عشان مكتوب جنب الايه 2، يبقى انا ضربت الحدين بتوع النسبه دي في 2. طب يلا يا مستر نضربها في 2 كده، يلا بينا. لما تضرب في 2 دي هتبقى 2 ايه ودي هتبقى 4، عشان 2 في 2 ب 4 صح. طب النسبه الثانيه هل ضربتها في حاجه؟ والله مش عارف. بص على البي، لا البي زي ما هي، يبقى النسبه دي زي ما هي. عملنا ايه بقى؟ جمعنا النسبتين مع بعض، جمعنا 2a زائد b في البسط، والمقام برضه هنجمع. دي كانت 4، 4 زائد 5 9، بس هو ده هو ده. يبقى الكي بتساوي 9. لا سحر ولا شعوذة. يبقى تاني مين اللي بيغششني؟ انا ضربت في كام؟ اللي في الاخر. انا ضربت هنا في 2، يبقى دي 2 ايه دي 4. هنا البي على 5 انا ما ضربتش في حاجه. بس يا ريس اجمع 2 a زائد b 4 زائد 5 9، يبقى الاجابه 9. سؤال 14. اذا كان a على b يساوي 4 على 3 فما قيمه الكلام ده؟ طب يلا مستر نحل بالمفاتيح، يلا بينا. المنظر ده اتعامل مع المفتاح ده ازاي؟ بقول ان الاي بتساوي اللي قدامها في k، والبي بتساوي اللي قدامها في k، ونروح نعوض هنا. عايز 3 ايه؟ بس في حاجه يا مستر اصلا احسن من كل ده. ايه؟ بص طبعا دي هتطلعها لك برضه، هتطلع لك الاجابه، ولكن بص زي ما انا حليت بتاعه الاختياري، اعمل وسطين في طرفين كده. 3 في ايه ب 3 ايه ساوي 4 في بي ب 4 بي. يعني ال 4 بي بتساوي ال 3 ايه، نفس الكميه. طب ما هو طارحهم يا مستر اهو، طارح ال 3 ايه ناقص ال 4 بي وهم اصلا بيساووا بعض، يبقى دول كده هيطيروا بعض، هيديني صفر، الاجابه هتطلع 5. مش فاهم؟ حلها يا باشا بالكي زي ما انا كنت هعملها، عوض هتلاقي الاجابه طلعت 5. 15. اذا كانت الاعداد دي متناسبه فما قيمه a في b على 6؟ متناسبه يعني ايه؟ يعني a على 3 تساوي 4 على b. وسطين في طرفين، يلا ال a في ال b ب ab بتساوي 3 في 4 ب 12. يعني ال a في ال b ب 12. طب يا مستر ما هو ال ab دي شيلها بقى كده، حط مكانها 12. 12 على 6 فيها الاثنين واللي بعده. اي من الاعداد الاتيه متناسبه؟ اعرفها ازاي؟ جرب. دي على دي بتساوي دي على دي. 4 على 6 2 على 3. 6 على 12 نص، لا. 2 على 6 تلت. 6 على 9 2 على 3، لا. 3 على 6 نص. 6 على 12 نص، هي دي. 17. إذا كان A الأول المتناسب للعددين 4 و8 فما قيمة A؟ خد بالك من الحتة دي بقى. قال لك إن ال A هو الأول المتناسب، يعني مكانه فين؟ مكانه في الأول. يبقى الأربعة أدي التمانية، ال A مكانها في الأول هنا. فما قيمة A؟ يلا بينا اشتغل بس شغل التناسب المتسلسل. A على 4 يساوي 4 على 8. عايز ال A دي في دي على دي. 4 في 4 ب 16، 16 على 8 فيها الاثنين. اللي بعده سؤال 18. ما الثالث المتناسب للكميتين دولت؟ اكس 2 اكس اس 3. الثالث المتناسب دوت انا مش عارفه، هنفرض ان هو اكس، نحطه هنا كده. طبق بقى التناسب المتسلسل، يلا. دي على دي بيساوي دي على دي، يبقى اكس على 2 اكس اس 3 بتساوي 2 اكس اس 3 على اكس. انا عايز الاكس يا مستر، عايز الاكس دي خبي، يبقى دي في دي على دي، دي في دي على دي، يبقى هضرب 2 في 2 ب 4، اكس اس 3 في اكس اس 3 باكس اس 6 على الاكس. لما تقسم بقى اكس اس 6 على اكس تديك ايه؟ بطرح الاسس تطلع الاجابه 4 اكس اس 5. سؤال 19. ايه ده بقى؟ بص بقى يا معلم، هو هنا بقى حضرتك وصلنا لحد خاصيه جمع المقدمات والتوالي بتساوي احدى النسب. والحته دي عشان تقيله على كتير من الناس انا حابب بس اوضحها كده بسرعه بره. بص يا حبيبي، دلوقتي لو انا جيت قلت لك
3 على 6 بتساوي 4 على 8 بتساوي 5 على 10. الكلام ده صح ولا غلط؟ طبعا صح. كل ده يا مستر في الاخر بيساوي النص بعد التبسيط. تعالى كده نجرب نعمل حركه حلوه، نجمع المقدمات اللي فوق دي. دول اسمهم مقدمات النسب ودول اسمهم التوالي. تعالى نجمع المقدمات، شوف هتديني كام. 1 و3 4 4 4 8 8 و5 13. تعالى نجمع التوالي 2 و6 8 8 و8 16 16 و10 26. ايه ده يا مستر؟ مش 13 على 26 دي لو انا كتبتها على الحاسب هتديني برضه نص؟ فاحنا استنتجنا قاعده ان لما بتجمع المقدمات على لما بتجمع التوالي الإجابة اللي بتطلع لك بتساوي إحدى النسب، بتساوي دي اللي هي نص أو دي أو دي أو دي. فده معنى مجموع المقدمات على مجموع التوالي بيساوي إحدى النسب. حلو أوي. نرجع بقى لسؤالنا. المنظر ده A على B، B على C، C على D تساوي 9. ماشي، طبعا دي كأنها 9 على 1. هو عمل ايه دلوقتي؟ بص جمع لي الاي والبي والسي، جمع لي دول، جمع لي المقدمات دي وجمع لي التوالي. يبقى الاجابه هتطلع احدى النسب، واحدى النسب اللي هي مين؟ اللي هي 9 على 1 فيها التسعه. بكل بساطه جمعنا المقدمات الاي والبي والسي وجمعنا التوالي البي والسي والدي، يبقى الاجابه لازم تطلع برضه في الاخر 9 على 1. سؤال رقم 20. اذا كان الكلام ده فما قيمة ك؟ بص يا مستر، سيبني من كل ده، سيبك منه ده كله. احنا هنروح هنا، هو ده اللي هيغششنا بقى. ابص هنا الايه اتضربت في 2، يبقى انا ضربت النسبة دي في 2، دي بقت 2 a ودي بقت 4. ابص على البي، لا ما ضربتهاش في حاجة، يبقى نسيب دي زي ما هي. طب نبص بقى على السي، دي انضربت في 3 اهي، 3 سي 3 سي ودي بقت 15. تعالى بقى نشوف هو جمع ولا طرح ولا عمل ايه. والله يا مستر هو جمع الاول مع الثاني ناقص الثالث، يعني جمعنا الاثنين ايه مع البي ونقصنا منهم الثلاثه سي. يبقى تحت هتعمل نفس الكلام، هتجمع الاربعه مع الثلاثه وتنقص منهم ال15. ده اللي انا عملته بالظبط. طب يا مستر ما هو هناك اصلا دي طالعه سالب 2 ك، يبقى نساويهم بقى ببعض. دي هتطلع كام بس الاول؟ 4 و3 7، 7 ناقص 15 سالب 8. بس يبقى نساوي السالب 8 بالسالب 2 ك. سالب 2 ك هتساوي سالب 8، اقسم على السالب 2 تطلع الك ب4. سؤال عنيف. نخش بقى في المقال، انتهينا من الاختياري، نخش في المقال يا ولدي. بسم الله. السؤال الأولاني، إذا كانت 3 على 5 سوى الكلام ده فما يوجد قيمة إكس على واي؟ بكل بساطة أنا هعمل وسطين في طرفين، طق طق، وسطين في طرفين. هضرب ال5 هنا وهضرب ال3 هنا. يلا بينا واحدة واحدة. عايزك أنت بتضرب يا صاحبي ال3 توزعها يلا على طول. 3 في إكس 3 إكس، 3 في 3 واي 9 واي تساوي، يلا يا ريس اضرب لي ال5 هنا. 5 في اكس 5 اكس ناقص 5 في 2 10 واي. لم الشمل، هات الاكس للاكس والواي للواي. يلا بينا. انا يا مستر هجيب ال3 اكس دي من هنا، هجيبها هنا بالسالب، وهجيب ال10 واي دي من هنا هجيبها هنا بالموجب لان هي بالسالب اصلا، فانا هجيبها هنا بالموجب. 5 اكس خلاص كده دي بقى تتحذف من هنا ودي تتحذف من هنا خلاص. 5 اكس ناقص 3 اكس 2 اكس. 9 واي ناقص 10 واي تطلع سالب 1 واي. انت عايز ايه يا مستر؟ انا عايز اكس الى واي. اكس الى واي يبقى نعمل حركه رايح جاي. اكس على واي تساوي، هنا في كام؟ في سالب 1. سالب 1 على الاثنين. صعبه شويه، بالراحه.
انت عملت ايه؟ ضربت مقص، ماشي خلصنا من المقص. 5 في اكس ب5 اكس، و5 في 2 واي ب10 واي، وسويتها ب 3 في اكس ب3 اكس، و3 في واي ب9 واي. ده اللي انا عامله. وبعدين جمعت الشمل، جبت ال3 اكس هنا، 5 اكس ناقص 3 اكس 2 اكس، وجبت ال10 طب نقوله تاني السؤال ده بقى، نقوله تاني. هنضرب الخمسة هنا، 5 في اكس ب5 اكس، و5 في سالب 2 بسالب 10 واي، هتساوي 3 في اكس ب3 اكس، و3 في 3 واي ب9 واي. يلا نلم الشمل، يلا بينا. هات لي ال3 اكس دي هنا، تيجي بالناقص. 5 اكس ناقص 3 اكس 2 اكس. طلع لي السالب 10 واي دي هنا بالموجب. 10 واي و9 واي 19 واي. اها 19، يبقى كان عندنا غلطة في الإشارة. هو عايز بقى اكس على واي هتساوي 19 على الاتنين. زي الفل. السؤال الثاني، إذا كان اكس على واي بيساوي 2 على 3. ستوب عندك يا مستر بسرعة، المفاتيح تشتغل. أنا هنا بقى عايز أجيب الإكس والواي بدلالة الكي. الإكس هتساوي اللي قدامها في كي يعني 2 كي، والواي هتساوي اللي قدامها في كي يعني 3 كي. نروح نعوض هنا بقى، يلا بينا. 3 في اكس، الاكس ب 2 كي يا مستر، ماشي. 3 في 2 ب 6 كي، زائد 2 في واي، الواي ب 3 كي يا مستر، ماشي. 2 في 3 ب 6 كي، على 6 في واي، الواي ب 3 كي، 6 في 3 ب 18 كي، ناقص الاكس، الاكس دي ب 2 كي. يلا يا ولدي جمع واطرح. 6 و6 12، 18 ناقص 2 16. يلا يا كي باي باي مع الكي. 12 على 16 بعد التبسيط تطلع 3 على 4. اللي بعده. اي سؤال حاسس ان انت مش فاهمه بنسبة 60% 50%، رجع الفيديو تاني واسمعه. اذا كان الكلام ده نحلها هنا مستر مجموع بص، اول حاجه كده المنظر ده لو انت بتخاف منه اعدله، محدش هيقول لك لا. اكس على 4 بتساوي واي على 7، عادي عادي مفيش حاجه خالص. طب ما سهله، يبقى الاكس هتساوي 4 كي، والواي هتساوي 7 كي، ونروح نعوض هنا ونحل. يلا بينا. 7 الاكس بكام؟ ب 4 كي، يبقى 7 في 4 28 كي، زائد 2 في واي، الواي ب 7 كي، 2 في 7 14 كي، على 4 في واي يعني 4 في 7 28 كي. في مصيبه هنا بتحصل، في مصيبه هنا بتجيب شلل لما نطير لي دي مع دي. اوعى. لا حول ولا قوه الا بالله. امال ايه يا مستر؟ المفروض اجمع اللي فوق. احنا بنطير في الضرب بس، في جمع وطرح هنا ما ينفعش نطير. 28 كي زائد 14 كي تطلع 42 كي على 28 كي. كده بقى طير براحتك يا ريس، الكي تروح مع الكي. 42 على 28 بسط على 7 فيها 6، على 7 فيها 4، بسط تطلع 3 على 2. السؤال اللي بعده السؤال 4. إذا كانت A B C دي كميات متناسبة فاثبت أن. أوهو. طيب بص يا مستر، أول حاجة كده نمسح بس كل ده لأن إحنا محتاجين المسألة دي مكان كبير. أول حاجة كده تعال نشوف المفاتيح الأول ونشوف ال A بتساوي كام K والكلام ده. بص، كميات متناسبة يبقى ال A على B بتساوي ال C على D بيساوي K، ويبقى معنى كده ان ال A بتساوي BK وال C بتساوي DK. يبقى انا اي A هتقابلني هشيلها واحط BK، اي C هتقابلني هشيلها واحط DK ببساطة. اثبت ان. انا هنا همسك مين؟ همسك الطرف الايمن الاول. الطرف الايمن C ناقص A. السي بكام؟ السي بدي كي ناقص
الاي بكام؟ الاي بي كي اهو. انا كده ماسك الطرف الايمن شغال عليه هبسطه على دي ناقص بي. مستر الدي مش بتتشال. دي مش بتتشال، انا عندي قيمه الاي والسي بس، يبقى الدي بتفضل زي ما هي. ناقص البي مش بتتشال برضه، احنا بنشيل الاي والسي فقط. ماشي. بعض الناس بقى بيجي هنا ويقف يتنح للمساله كده مستني الفرج. لا حبيب قلبي، بص فوق العامل المشترك على طول. افتكر حد وحد، ايه المشترك ما بين العيلتين؟ الكي. الكي هي المشتركه، يبقى نطلع الكي عامل مشترك ونفتح قوس، وتحت الدي ناقص البي اهو. لما تاخد الكي عامل مشترك من هنا يتبقى لك الدي، ولما تاخد الكي عامل مشترك من هنا يتبقى لك البي. يعني ايه يا مستر اخد عامل مشترك دي؟ انت بتجيب الاقواس دي انت بتسحبها ولا ايه؟ لا، ما انا بقسم على العامل المشترك ده. انت فاهم ده من الترم الاولاني، بتقسم ده على كي وبتقسم ده على كي، فبيتبقى لك من هنا دي وبيتبقى لك من هنا بي، دي ناقص بي. انا ملاحظ حاجه يا مستر، بص كده، القوس ده هيروح مع السلامه مع القوس ده، صح؟ يتبقى لي كي، يبقى الطرف الايمن لما بسطته اداني كي. نمسك بقى الطرف الايسر، يلا بينا. A زائد 2C، ال A ببي كي زائد الاتنين مضروبه في سي، هي السي بكام؟ بدي كي، اضربها في 2 يبقى 2 دي كي على تحت يا مستر البي مش بتتشال والاتنين دي مش بتتشال. عامل مشترك برضو هناخد الكي من فوق عامل مشترك. اتفضل ايه؟ خد الكي من هنا يتبقى بي، خد الكي من هنا يتبقى 2 دي، وتحت برضو بي زائد 2 دي. الله الحق مع السلامه، يبقى الطرفين الايمن والايسر زي بعض. مساله مهمه وجميله. نكمل. السؤال الخامس، اذا كانت A B C D في تناسب ايه بقى؟ متسلسل. الله، اثبت ان الكلام ده. حط على المساله دي نجمه، هتسمعها مني وتروح تحلها بايدك تاني عشان مهمه. تناسب متسلسل يعني ايه؟ يعني الاول على الثاني A على B بتساوي B على C. لازم الحرف يبقى وسط متكرر كده، بتساوي C على D، كل ده في الاخر بيساوي K. يلا نستنتجوا حركة المفاتيح. يلا، التناسب المتسلسل بنبتدي من القريب، من هنا السي هتساوي دي كي. كل ما تبعد بقى ده الهلهولة بتاعتنا دي اللي هتمسكها كل مرة. البي هتساوي دي بس كي أس 2. الاي هتساوي دي برضه بس كي أس 3. ده كده التعامل مع التناسب المتسلسل. يبقى اي سي هتشيلها وتحط كده، اي بي هتشيلها وتحط كده، اي ايه هتشيلها وتحط كده. انا عايز بس اسال سؤال الاول قبل ما اكمل. وانا لو قلت لك انا عايز بي اس 3 تعرف تجيبها؟ تقول لي والله يا مستر بص، هي مش البي بتساوي دي كي اس 2؟ هنشيل البي كده ونحط دي كي اس 2 ونحط عليهم كلهم اس 3. ايوه، انا هتطلع ايه برضه؟ هنوزع الاس الثلاثه، نضربه هنا ونضربه هنا. هو هنا في كام؟ في واحد، فهتبقى دي اس 3 كي اس 6. والله ضربت الثلاثه في واحد ب3، 3 في 2 ب6. طب يا مستر لو انا عايز ايه اس 5 اجيبها ازاي؟ ايه اس 5 دي؟ شوف الايه بكام؟ الايه بدي كي اس 3، هنحط عليهم اس كام كلهم؟ اس 5. يوزع بقى الخمسه هنا وهنا، تبقى دي اس 1 في 5 ب5 كي اس 3 في 5 ب15. انت بتقول لي الحته دي ليه بقى؟ عشان عايزينها دلوقتي، عشان عايزك تبقى شاطر وتعملها بالنظر. الاس بيتوزع، بتضربه في الاسس اللي جوه. هيا بنا اثبت ان الكلام ده. ابدا بالسهل، تعال نمسك الطرف الايسر الاول. الاي هشيلها واحط دي كي اس 3 على البي بتتشال وتحط دي كي اس 2 زائد الدي ما بتتشالش. يلا بينا. هي مستر اللي هيحصل كده بقى، بص يا عم شوف العامل المشترك كده وفكر. في تحت عامل مشترك؟ في دي، حرف الدي طلعه عامل مشترك، سيب البسط زي ما هو دي كي اس 3. لما تاخد الدي عامل مشترك من هنا يتبقى كي اس 2 زائد لما تاخد الدي عامل مشترك من هنا، اوعى تقول لي ما يتبقاش حاجه، لا، ما انت بتقسم على الدي ودي على الدي فيها الواحد،
ان احنا بنقسم دي على دي ودي على دي. ايه اللي هيحصل يا مستر؟ الدي هتطير مع الدي، يبقى الاجابه كي اس 3 على كي اس 2 زائد 1. ده الطرف الايسر. يلا بينا نشتغل على الطرف الايمن. سي اس 3 هي اصلا السي بكام لوحدها؟ السي اصلا بدي كي. لما تعملها اس 3 بقى يبقى دي اس 3 كي اس 3. السي بدي كي، وزعت الثلاثه دي بقى على الدي وعلى الكي. دي اس 3 كي اس 3 على سي اس 2 مضروبه في دي. سي اس 2 مستر سي اس 2 السي اصلا بدي كي. لما تعملها اس 2 يا مستر هتبقى دي اس 2 كي اس 2 مضروبه في دي كمان. يا نهار ابيض، مضروبه في دي كمان. يعني هتضرب كمان في دي، يبقى الدي هتزود دي تخليها دي اس 3. لا 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 لا، بالراحه بالراحه الحته دي. سي اس 2 السي اس 2 السي اصلا بدي كي. لما تعملها اس 2 تبقى دي اس 2 كي اس 2. هتضربها كمان في الدي يبقى دي اس 3 كي اس 2. يبقى الكلام اللي تحت ده كله كده اداني دي اس 3 كي اس 2 زائد دي اس 3. بص يا مستر والله من الاخر كده، تحت في عامل مشترك اهو باينه الدي اس 3. تقوم مطلع عامل مشترك يا ريس. يتبقى من هنا كي اس 2، ولما تاخد الدي اس 3 يتبقى من هنا 1، وفوق سيبه زي ما هو. طير طير، تطلع الإجابة كي أس 2 على كي تربيع زائد 1. يبقى الطرف الأيمن بيساوي الطرف الأيسر. مسألة مهمة. جميل، كمل. سؤال رقم 6 ده بقى سؤال مهم جدا. لما جينا في الاختياري قلت لك هوريهولك في المقالي. اوجد العدد الذي إذا أضيف. لازم تتاكد اضيف ايه الاول، اضيف نفسه ولا اضيف مربعه؟ لان في مسائل بتبقى يوجد العدد الذي اذا اضيف مربعه. لا دي العدد الذي اذا اضيف. يبقى انا في عدد اسمه اكس مش عارفه، هنضيفه للاعداد دي. طيب ماشي. طب ما تيجي نعمل التناسب الاول. 3 على 5 تساوي 8 على 12. عايزين بقى نضيف عدد لكل دول. يبقى نجمع هنا اكس ونجمع هنا اكس ونجمع هنا اكس ونجمع هنا اكس. ضفت لكله اكس، ضفت لده اكس وضفت لده اكس وده اكس، وقلت الاول على الثاني بيساوي الثالث على الرابع. كيف اتعامل مع هذه المساله بقى؟ عشان ناس كتير بتتلخبط. ولا اي حاجه، وسطين في طرفين. دي هتنضرب في دي. بص اكس زائد 3 دي هتضربها في القوس اللي اسمه اكس زائد 12 هيساوي القوس ده هتضربه في القوس ده اكس زائد 8 هتضربه في القوس اكس زائد 5. يلا بينا نضرب. يلا بينا يا مستر نضرب. يلا بينا. اكس في اكس، الاكس بتنضرب هنا وهنا. اكس في اكس باكس اس 2، واكس في 12 ب 12 اكس. الثلاثه هتنضرب هنا وهنا. 3 في اكس ب 3 اكس. 3 في 12 ب 36. خلصنا الجنب الشمال. جنب اليمين اكس في اكس باكس اس 2. اكس في 5 5 اكس. 8 في اكس 8 اكس. 8 في 5 40. اعمل ايه؟ بص يا باشا، اي حاجه هنا شبه اي حاجه هنا مع بعض. والله لان دي اكس اس 2 لو في زيها هناك بنفس الاشاره، يعني هنا بالموجب وهنا برضو بالموجب، هيطيروا مع بعض. مع السلامه. طيب جمع الاكسات دي. 12 اكس و3 اكس لما تجمعهم يبقوا كام؟ 15 اكس زائد 36. جمع الاكسات دي. 5 اكس و8 اكس 13 اكس زائد 40. اعمل ايه بقى في المساله دي؟ طبعا عيب لما تبقى ما تعرفش تحل دي، هتلم الشمل. 13 اكس تيجي هنا بالسالب، 15 اكس ناقص 13 اكس تديك 2 اكس، وال36 تروح هنا بالسالب. 40 ناقص 36 4، تقسم على الاثنين تطلع الاكس ب2. هذا هو العدد الذي إذا أضيف للأعداد دي فإنها تكون متناسبة. الاختصارات دي بقى وانت بتعملها محدش بيجري وراك، بالراحة، لأن الغلطة في إشارة فورة تضيع لك المسألة كلها.
نكمل يا شباب. السؤال رقم 7. إذا كان الكلام ده فاثبت أن ال A وال B وال C وال D كميات متناسبة. إزاي أثبت إن ال A وال B وال C وال D كميات متناسبة؟ لازم توصل للمنظر ده، إن ال A على B بتساوي ال C على ال D. لو وصلت للمنظر ده يبقى ال A وال B وال C وال D كميات متناسبة. إزاي بقى توصل للمنظر ده من ده؟ يلا بينا يا مستر، هنعمل إيه؟ اضرب وسطين في طرفين، اضرب ال A هنا واضرب ال C هنا. يلا بينا. لما تضرب ال A هنا، ال A في ال D ب AD ناقص ال A في ال C ب AC يساوي. اضرب لي ال C هنا، ال C في ال B ب CB ناقص ال C في ال A ب CA. مستر انت مش قلت لي اللي هنا شبه اللي هنا بنفس الاشاره طيرهم؟ طب ما انا عندي اهو. عندك ايه؟ عندي ال AC زي ال CA. والله بجد هو ال CA زي طبعا ال AC يا شباب هي ال CA، ضرب ابدالي عادي. 2 في 3 هي 3 في 2 صح؟ ف AC CA مش فارقه، هما الاثنين زي بعض. فهنا مستر دي اشارتها بالسالب ودي برضه بالسالب، يبقى يروحوا مع بعض. يتبقى لي ان ال AD بتساوي ال CB. خلصت المسألة. ازاي؟ فين يا مستر الشكل ده؟ ما هو ده هتوصله ده. بس اعمل حركة رايح جاي. انت عايز ان ال A على B بتساوي ال C على D. اهو يا مستر بص، A على B تساوي C على D. اذا ال A وال B وال C وال D كميات متناسبة. يبقى انا عملت هنا وسطين في طرفين، ضربت ال A هنا وال C هنا، طيرت المتشابه، وصلت للمنظر اللي عندي ده. طيب بعده السؤال رقم 8. إذا كان x على 4 y على 5 z على 3، آخر سؤال هنحله إن شاء الله. اثبت أن الكلام ده بيساوي تلت. طب تعامل مع المفتاح. ال x هتساوي 4 k، ال y هتساوي 5 k، ال z هتساوي 3 k. هتروح هنا تشيل كل حرف وتحط قيمته. ال x هتشيلها وتحط 4 k ناقص ال y هتشيلها وتحط 5 k زائد ال z هتشيلها وتحط 3 k. تحت x 4 k، الواي 5 كي، الزد 3 كي. يلا يا ريس جمع واعمل كده. يلا 4 كي ناقص 5 كي سالب كي، سالب كي زائد 3 كي 2 كي. 4 و5 9، 9 ناقص 3 6 كي. راحت الكي مع الكي. 4 زائد 5 9، 9 ناقص 3 6 كي صح. 4 كي ناقص 5 سالب كي، سالب كي وموجب 3 كي يديني موجب 2 كي. 2 على 6 تطلع تلت. لما الكي تروح مع الكي 2 على 6 فيها التلت، وهو المطلوب اثباته. طبعا بقى لنا بقى الاسئله رقم من 9 للاخر. نزلهم فيديو تاني عشان مده الفيديو ان شاء الله ما تطولش. يبقى احنا كده وقفنا لحد السؤال الثامن، وهنبتدي ان شاء الله ننزل الباقي. احنا كده بقينا كام سؤال اهو؟ 9 ل 20، يبقى بالظبط هنقول 10 اسئله متبقيين لنا في مراجعه الوحده الاولى. انزلهم ان شاء الله في فيديو تاني عشان مده الفيديو ما تطولش. وربنا يوفقكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.